انتي اللي تحبي لي طارطو بوب، هاد الفيديو راهو ليك من الاخر. جبت لك واحد الوصفه ضربه في البنه بزاف هايله، طريقه بروفيسيونيل ما تلقايهاش في جهه واحده اخرى. تبعي معايا حتى للاخر، وزدت لك تاني معاها وصفه تاع الفلون باتيسيي ولا فلون باريزيان، كل واحد واش يقول له. المهم هذيك هي الوصفه، تبعي معايا للاخر. نقول لك حاجه، طارطو بوم درتها بالكرامبل والكراميل، شوفي واحد المزيج، واحد الاذواق بزاف هايلين. تبعي معايا للاخر باش تعرفي التفاصيل. قبل ما نبداو ما عليك غير ديري جيم للفيديو، بارطاجيه مع صحابكم وحبابكم مع كامل اللي تعرفيهم، وخلي لي رايك الجميل في التعليقات. فوالا راني نستنى فيكم. قبل ما نبداو نقول لكم سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. معكم انا فيفي، واليوم نشارك معكم طريقتي اللي جامي نبدلها في صناعه لي طارتولات جو بريسيز طارطو بوم. كنت شاركت معكم ديجا وصفات واحد اخرين تاع لي طارتولات في الفيديو السابقين تاع السيترون شوكولا فروي اي تو. تبعوا معايا للاخر، ما تعطيو حتى عفسه باسكو فيديو معمر بالافكار. اي بيان سور تاني ما تنساوش ديروا ابوني باش تشجعوني، وهكذا تاني كل يوم يلحقكم جديد باش ما تعطيو حتى حاجه. يلا هيا دوكا نبداو تجيبوا ورقه وسيلو وبداو تكتبوا في المقادير. والحاجه واحده اخرى تاني، في هاد الوصفات رانا رايحين نستعملوا اون بات واحده اخرى، يعني تاع لي فون دو طارت، ماشي كيما اللي درناها الخطره اللي فاتت. والنتيجه اللي راح تتحصلوا بها يعني نتيجه هايله وبزاف بنان. هاد لي فون دو طارت نشوفوا نتوما برك من بعد الطريقه اللي تجيكم سهله وخدموا بها. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا دوكا رانا بدينا نديروا في لي فون دو طارت، نديروا العجينه تاعنا كيما شفتوا في ريسيبيون. درت 250 غرام تاع المارغرين، لازم تكون بحراره الغرفه كيما شفتوها. زدت عليها قسم 165 غرام تاع السكر، زدت حبه بيض وصفار حبه بيض مع لافاني وقرصه ملح. هادو هما المكونات الاولين اللي نديرهم. نخلطهم مليح بهذه الطريقه حتى يولي عندي قوام كريمي كيما راكم تشوفوا. من بعد نزيد عليها هنايا 50 غرام تاع اللوز. انا هنا اللوز درت حبيبات بقشورهم، حمصوه حتى يتحمص، رحيوه هكذا بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. من بعد نخلطوا مع المكونات الاخرين ونبدا نزيد هنايا الفرينه. انا نحبس الخدمه بالباطور ونكمل بيدي نجمع العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه طريه تكون بهذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه هنايا. شوفوا حاجه بالنسبه للسكر اللي درناه، درت سكر غلاس، يعني كيما شفتوا ماشي السكر العادي. بيان سور لازم تغربلوه، والفرينه تاعكم تاني قبل ما ديروها لازم تغربلوها. هنا دوكا عندكم حاجه، لازم العجينه تاعكم تخليوها تريح واحد ربع ساعه باش تخدموا بها. انا كنت شويه مزروبه الوغ خدمت بها سور بلاص، يعني غير طميتها خدمت بها. باش تجيكم الخدمه تاني سهله، راني جبت حليت على بابي كويسون وراني رايحه نطيب فيه، يعني راح بديت ندير لو فلون باريزيان. جبت من بعد السيرسو تاعي ودرتو وطبعت عليه لو فون. من بعد الجوانب راني خدمتهم بهذه الطريقه، كي نحيت هذيك العجينه الزايده حليتها هكذا ومن بعد فاصونيتها، يعني كيما وريت لكم ديجا. هاد لي ديتاي وريتهم لكم في الفيديو الاول اللي حكينا على كامل هاد الاسرار، على كامل هاد الطرق اللي ديروهم في لي فون دو طارت تاعكم باش تخدموهم. من بعد نحط المول تاعي هكذاك في الكونجيلاتور قلنا مده ساعه، ونجي نخدم بالعجينه اللي قعدت لي. ندير هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه هنايا باش ندير لي طارتولات بذوق التفاح، يعني هذه الطريقه دوك بها نكمل كامل الكميه اللي قعدت لي تاع العجين. وهادو تاني نحطهم في الكونجيلاتور قيس ساعه. دوك نكملوا ديجا مع هاد لي طارتولات بذوق التفاح. هنا عندي 3 حبات تاع التفاح راني قشرتهم وقطعتهم هكذا قطع متوسطه. عندي 20 غرام سكر بني و30 غرام مارغرين مع عصره قارص. الحاجه الاولى راني درت المارغرين هذيك مع السكر في كاسرونه وحطيتهم على النار، وهذاك القارص نعصروا على التفاح باش ما يكحليش. من بعد مر ما تذوب لي هذيك المارغرين والسكر وتحسوا باللي اللون تاعها بدا يتبدل، يعني حبه كراميليزا، نزيد عليها التفاح ونعاود نحطهم فوق النار ونبدا نقلب فيهم حتى التفاح هذاك يطيب وتحسوه ديجا تكراميليزا، تما تحبسوه وتنحيوه على النار. وهذه هي النتيجه اللي نتحصل عليها كما راكم تشوفوا فيها. هذا هو التفاح، يجي مكرمل، يجي هكا مشمخ، شوفوا بزاف بنين. دوكا نروحوا نوجدوا الكرامبل اللي نديروه في هاد لي طارتولات تاعنا. الوغ تبعوا معايا شوفوا واش عندي. انا هنا درت كميه كبيره، نتوما الا حبيتوا تنقصوا نقصوا، مي انا دوكا نعطيكم مقادير صغيره.
عندي هنا كيما راكم تشوفوا 100 غرام مارغرين تكون بحراره الغرفه، مع 100 غرام تاع فرينه، 100 غرام لوز يكون محمص بقشوره ومرحي، و50 غرام سكر بني. نخلط مليح هاد المكونات هكذا حتى نتحصل على عجينه. انا هنايا شوفوا ما درتش كامل لي كونتيتي الاولين، يعني ما درتش اللوز والفرينه ما درتهمش كامل باسكو نحب نخلط قبل هذيك المارغرين مع السكر باش نكمل كامل الكميه اللي تبقى تاع اللوز والفرينه. في هاد الاثناء اللي كنت نوجد فيهم هاد الكرامبل، انا هادوك لي طارتولات تاوعي صغار اللي درتهم باش نديرهم بذوق التفاح، حطيتهم يبداو يطيبوا نص طياب، يعني يطيبوه هما بيضين، ندخلهم هذاك الطياب يحكموا روحتيهم، نجبدهم نعمرهم باش يكملوا، نعاود نحطهم يطيبوا ويطيب الكرامبل هذاك معاهم. دونك كيما راكم تشوفوا كنت حطيتهم في الكونجيلاتور قلنا ساعه، من بعد جبدتهم حطيتهم يطيبوا في فرن اللي كنت سخنته ديجا على 170 درجه. اون فوا بداو يطيبوا بداو يحكموا روحهم نجبدهم، وانا في هذه الاثناء كنت وجدت الكرومبل. يتمنى نعطي لكم كامل المراحل باش تعرفوا كيفاش خدمت. من بعد واش راني ندير هنايا، جبت هنايا كراميل درتو في لابوش وراني نديرو داخل في لي فون دو طارت تاعي، هو الطبقه الاولى. من بعد نحط عليهم التفاح المكرمل كيما راكم تشوفوا هنايا، من بعد نزيد ندير عليها هكذا قطع من الكرومبل هذاك اللي كنا خدمناه كيف بهذه الطريقه. نعاود نحطهم يطيبوا حتى يحمروا كامل من الفوق ومن التحت، يدوا هذاك اللون الذهبي الشباب ونحيهم. من بعد وهما هكذاك سخونين نرش عليهم سكر غلاس من الفوق باش يحكم عليهم هذاك سكر غلاس هذاك، نديرو لا ديكوراسيون تاعهم. نكملوا دوكا لو فلون باريزيان تاعنا. هنا دوكا نروحو نديرو الكريمه، يعني لا كريم باتيسير اللي نديروها باش نطيبو لو فلون. كيما راكم تشوفوا هنا في كاسروله كنت وزنت 600 غرام تاع الحليب، ونزيد عليها 185 غرام تاع كريمه سائله لا كريم فريش. هنا شوفوا اعتذر بالشده كيما يقولوا، كنت دايره في بالي كي راني نصور راهو يبان لكم الميزان، يبانوا لكم المقادير، ومن بعد فينالمون ما بانوش. سمحوا لي يعني اعتذر على هذا الخطا، مي راني نقول لكم المقادير المضبوطه ونزيد نكتبهم لكم في صندوق الوصف. دونك قلنا نديروا 600 غرام تاع حليب، 185 غرام تاع كريمه سائله، وكيما راكم تشوفوا ندير كلش بارد في بارد. هنا دوكا راني رايحه نوزن السكر، ندير 160 غرام تاع السكر. هاولك راني وزدتو للخليط هذاك تاع الكريمه السائله والحليب، قلنا 160 غرام تاع سكر. دوك نزيد نوزن المايزينا قيس 75 غرام تاع المايزينا، نخلطهم مع الحليب وكامل، يعني كلش قلنا بارد في بارد كيما راكم تشوفوا هنايا. نزيد عليها من بعد 150 غرام تاع صفار البيض، انا راني وزنته بالميزان كيما راكم تشوفوا، تجيكم قيس 8 ل 9 صفار البيض يعني هذا هو المقدار. ومن بعد نزيد لها لافاني ونخلط مليح كلش بارد في بارد، ونحطو على النار حتى يعقد الخليط كما راكم تشوفوا فيه. نجيب من بعد لو فون دو طارت هذاك اللي حنطيب فيه لو فلون باريزيان هذا، ونحط كامل هاد لا كريم داخله. قلت لكم لازم تكونوا حطيتوه ديجا في الكونجيلاتور مده ساعه من الوقت، من بعد تجبدوه وتحطوا له هاد لا كريم وتسقموها مليح هكذا من الفوق، تسقموها كامل. انا هنا شوفوا الكميه هذه اللي درتها كنت ناويه ندير هاد لو فلون باريزيان، كنت حايبه نديرو في ليمول صغار، من بعد عاود بدلت رايي درتو في هذا. نتوما ديروا يعني كيما تحبوا. الوغ هنا دوكا مور ما نسقمو هكا نحطو من بعد يطيب في الفور في فرن مسخن ديجا مسبقا كيما الاولين يعني، ونعسو حتى يحمر في لي كوتي ويزيد يحمر من الفوق ونجبدو ويكون من بعد واجد. هنا بالنسبه لهذه الطريقه اللي راني خدمنا لو فلون باريزيان درناه بلا بات صابلي، كنت شاركته ديجا معكم الا تشفاو في لي فيديو اللي فاتوا، درتو معكم بطريقه اقتصاديه، ودرناه تاني بلا كريم عفوا بالعجينه المورقه. شوفوا انا صراحه انا نفضلوا بالعجينه المورقه، وانتم عطوا لي رايكم وقولوا لي كيفاش تفضلوا الفلون باريزيان، اسكو تحبوه بالعجينه المورقه ولا بهاد لاباط صابلي ولا كيفاش تحبوه. كتبوا لي رايكم في التعليقات، ديروا لي جيم في هذا الفيديو ثاني الى عجبتكم، واش رايكم في هاد الانواع اللي اقترحتها لكم كامل في هاد الورشه المجانيه تاع لي طارتولات. دونك انا مرمطه بالفلون تاعي، زينته بلا جولي من الفوق، يعني هو هكذاك سخون، حكمت لا جولي ودهنته كامل من الفوق.
هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم. هادو هما كامل الوصفات اللي قدمتهم لكم في هذه الورشه المجانيه. راني قسمت معكم كامل الانواع باش تشوفوهم تاني من الداخل كيفاش يجوا، راكم تشوفوا يعني الصوره تتكلم عن نفسها كما يقولوا. شوفوا فريمون ورشه ناجحه، وصفات ناجحه 100%. غير سيوهم وعينيكم مغمضين، بارطاجيوها باش كامل الناس يستفيدوا من هاد الوصفات. انا دوكا لحقت نهايه الفيديو تاعي لنهار اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. خليوا لي رايكم في التعليقات، ما تنساوش جيم للفيديو، واللي يشوف لاشين تاعي بور لا بروميير فوا يدير لي ابوني. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.